السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بيك يا صديقي العزيز. النهاردة عندنا حلقة نارية إن شاء الله بإذن الله، ولكن في البداية بنتقدم بخالص العزاء للكابتن محمد الشناوي في وفاة والده، وللأسرة إن شاء الله بإذن الله الصبر والسلوان والمتوفى الرحمة والمغفرة. اللهم اسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هو وموتى المسلمين أجمعين إن شاء الله بإذن الله. في البداية يا جماعة عايزين نتكلم في نقطة سريعا، نقطة الإخوة الصحفيين والمراسلين أثناء تشييع الجثمان وأثناء واجب العزاء. هرج ومرج وحاجة غير إنسانية، حاجة غير أخلاقية بالمرة. أثناء الدفن صوت عالي وهرج ومرج. لازم يكون في يا جماعة يعني مراعاة لمشاعر الآخر، ولازم يكون في قدسية للمتوفي والموتى يا جماعة. والمقابر دي معمولة للعظة، والمفروض الناس بتروح تتعظ. وانت مستني ايه ومنتظر ايه من اهل المتوفي غير ان هم يكونوا في بالغ الاسى والحزن؟ فانت رايح تصور ايه؟ عايز تعمل شغلك مفيش مشكله، اعمل شغلك ولكن من بعيد، من غير هرج ومرج، من غير ما تخش عايز تتصور مع فلان او عايز تتكلم مع فلان او عايز تاخد زوم على وش كابتن محمد الشناوي او على الاهل او يا جماعة لازم يكون في احترام لخصوصيات الآخر، ولازم يكون في احترام لمشاعر الآخر. احنا بقينا يا جماعة الموضوع بقى صعب جدا، كل همنا دلوقتي الترند واخد اللقطة. حاجة صعبة جدا جدا. يا ريت يا جماعة فيما بعد ناخد بالنا ونحافظ على مشاعر بعض. شكرا. أول هام بقى إن شاء الله بإذن الله، النهاردة كان في عندنا مباراة الزمالك ومودرن سبورت. لو هقول عنوان عن الماتش ده يعني طرائف وعجائب، وهنشوف ده مع بعض ان شاء الله باذن الله في التحليل الفني. عندنا تحليل النهارده فني وحلقه دسمه جدا جدا بالمعلومات الكرويه، واتمنى ان شاء الله باذن الله الحلقه هتعجب حضراتكم النهارده قوي في النقط التحليليه والكور اللي هي المفروض يعني هنشوف احنا مع بعض ده اثناء الحلقه. ان شاء الله باذن الله، واشوف حضراتكم، اشوف لايكات حضراتكم واشتراكات حضراتكم واشوف تعليقات حضراتكم ان شاء الله باذن الله عن التحليل، ونتكلم مع بعض كوره ونتكلم مع بعض فنيات. اول هام ان شاء الله باذن الله النهارده كان في الدقيقه 12 الهدف الاول لاخوان بيزيرا. خدوا الكوره عبد الله السعيد من ركله مرمى، المفروض ابو جبل يلعب ركله المرمى يعديها وسط الملعب. ابو جبل لعب الكوره، المفروض الكوره ضربه مرمى اقل ما فيها حارس المرمى بيشوطها بيعديها نص الملعب الثاني بتاع المنافس، ما بيحطهاش في نص ملعبه. ابو جبل عمل عكس ده، فالكوره بدا يبقى فيه تشتيت من هنا ومن هنا. عبد الله السعيد لعيب كبير قوي. عبد الله السعيد يا جماعه هو همزه الوصل او قطعه الشطرنج الاهم في تشكيل نادي الزمالك. هو اللي بيربط خط الدفاع بالهجوم، هو اللي بيعمل الربط، هو اللي بيعمل الاستكشاف، هو اللي بيعمل بيلد اب من تحت، هو اللي بيطلع وبيزيد. عبد الله السعيد عامل طفره في تشكيل نادي الزمالك. والنهارده التشكيل بتاع نادي الزمالك كان افضل، الاداء بتاع نادي الزمالك كان افضل النهارده من المباريات اللي فاتت السابقه. اي نعم مش احسن حاجه، ولكن النهارده كان افضل في البيلد اب وبالطلاب والكوره، وان هو حط كل لاعب في مكانه. عبد الله السعيد بيلعب جنب شحاته في وسط الملعب كتمانية، واوقات لوقت البيلد اب بينزل هو ستة ويبدا هو عمليه البيلد اب من تحت وبناء الهجمه. فبيعملها بشكل رائع عبد الله السعيد رغم كبر سنه، ولكن يديك 70 دقيقة أو 60 دقيقة تاخد منه أحسن حاجة في الكورة. فعمل الحتة دي، عمل الربط ده عبد الله السعيد. وبعد كده ناصر ماهر قلنا ده أفضل مكان ليه. أي نعم ما كانش أحسن حاجة النهاردة، ولكن حطوا كل واحد في مكانه. هو لعب النهارده الصح، حط عبد الله السعيد في وسط الملعب، وخد برأي كابتن احمد حسام ميدو وقال له اي حد بيلعب بدونجا يبقى ما بيفهمش كوره. فخد النهارده برأيه وما حطش دونجا النهارده في التشكيل، حط شحاته في قلب الملعب وجنب منه عبد الله السعيد وقدام ناصر ماهر. وعلى الاطراف قلنا برضه الماتش اللي فات الزمالك كان بيلعب بدون اطراف، لان لا ناصر ماهر بيلعب طرف ولا ادم كايب بيلعب طرف. حط النهارده الاطراف في مكانها، حط بيزيرا على اليمين، وحط شيكو بنزا على الشمال، وقدام عدي. فالنهارده كان عمل الصح النهارده في التشكيل بمعنى اصح. فعبد الله السعيد خد الكرة من نص الملعب،
كرة كانت حائرة تايهة في نص الملعب، عبد الله السعيد حطها تحت رجله نص الملعب، لاعب نص الملعب بتاع مودرن سبورت عمل كارثة وخطأ كبير، باع نفسه في نص الملعب. اللاعب التاني كذلك الامر راح باع نفسه هو كمان والزحلق، خدهم عبد الله السعيد الاثنين، ولقى نفسه رايح هو بوشه لنص الملعب الاخر، واللعيبه كلها واقفه مش على خط واحد. اللعيب الناحيه التانيه كان كاشف التسلل خالص، خدها بزيرة من ناحيه الشمال، حطها له عبد الله السعيد بينيه جميله، ولكن ما كانتش احسن حاجه، لان الكره لو محطوطه كان خدها ودخل بيها على طول مباشره لابو جبل. الكره كانت طويله شويه، خدها بيزيرة وخدها وجري بيها، لم بيها، المفروض كان هو بره الملعب، خدها دسوقي راح له جري عشان يغطي عليها. هنشوف الهجمه هنا، دسوقي راح له علشان المفروض هو يزاحمه او يكتفه او يقف يقفل على مرماه اللي ما يخش لجوه، رايح بقى نفسه دسوقي جري لبره، ساب له المنطقه، خش بيها بزرع. يعني ممتاز، هو لعيب عنده كوره ولعيب كواليتي كويس، لسه مش هنحكم عليه دلوقتي، لسه المشوار طويل، ولكن اللعيب بيبان من اللمسه بتاعته، بيبان هل هو فعلا لعيب كوره ولا لعيب اي كلام. لا، لعيب عنده لمسه، فباين في لمسته ان هو لعيب كويس وكواليتي كويس. لسه مع الماتشات هنبدا نحكم عليه، ولكن دسوقي راح بايع نفسه خالص، خدها بزيرة ولف بيها لجوه، دخل بيها لجوه، سهله المأمورية، لقى نفسه بقى خلاص منه لأبو جبل، لفها على طول في الناحية التانية يسأل عنها، أبو جبل حطها في البعيد هناك في جنب القائم، دخل الجون وأحرز منها الهدف الأول بمنتهى السهولة بمساعدة المدافعين. ده كان الهدف الأول نادي الزمالك. بعد كده كان في فرصة خطيرة من شيكوبانزا بعدها على طول مباشرة في الدقيقة 15، لعبها له بينيه من نص الملعب، ناصر ماهر حطها، كان متطرفه ناحيه الشمال، خدها وحطها على طول لبيزيرا في قلب الملعب. عدي الدباغ كان جاي متاخر، راح لها بنزا، حاول يلعبها دسوقي، راح زحمه عليها. ده اللي احنا بنتكلم عليه في المدافع، المفروض اقل ما فيها يعني ان هو اخطف عين المهاجم حتى، او ابقى مزاحمه عليها، ما ادوش الاريحيه ان هو يلعبها بمنتهى السهوله، راح زحمه فيها محمد دسوقي. ده اللي احنا كنا بنقول عليه في الجون الاولاني، ما عملوش خالص ولا عمل اي حاجه، كانه هوا كان معدي، فسهلوا المأموريه جدا ان هو يحط الجون الاول. راح زحمه عليها فحطها بزيرة، ابو جبل لم يجد اي صعوبه في ان هو يمسكها، فضاعت فرصه خطيره، وهي من الاول كانت تسلل على شيكوبانزا من البدايه لو دخلت هدف حتى من بزيرة، ولكن احنا بنقول التحليل الفني ليها برضو مدافعين تايهين خالص، قلب الدفاع اتضرب بمنتهى السهوله، هو دسوقي اللي عمل التغطيه العكسيه على بيزيرا، ولكن المدافعين كلهم كانوا بايعين نفسهم في اي نعم كاشفين تسلل شيكوبانزا، ولكن كلهم كانوا بايعين نفسهم من البدايه. بعد كده كان في فرصه خطيره في الدقيقه 21 من ضربه حره من رأسية رزق، دي اول فرصه. نادي مودرن سبورت ما دخلش الماتش النهارده غير بعد اول تلت ساعه من بدايه الشوط الاول، داخلين بايعين نفسهم جدا النهارده. مودرن سبورت فرقه كانت داخله مش مركزه خالص، يعني داخلين مستهترين بفرقه نادي الزمالك، ما ادوهاش حجمها وما ادوهاش وضعها، علشان كده شفنا مودرن سبورت بالسوق ده كانوا مش في كامل تركيزهم. في ماتش الاهلي شفناهم في كامل تركيزهم وفي كامل لياقتهم البدنيه والروح العاليه اللي شفناهم عليها بيلعبوا بيها، كانوا موتين نفسهم في الملعب. ما شفناش الكلام ده النهارده على الاطلاق. في الدقيقه 21 من ضربه راسيه مميزين بيها مودرن سبورت في الركلات الحره، اتلعبت له من ناحيه الشمال، خدها محمد رزق، طلع وحطها بصراحه كما ينبغي ان يكون حطها صاروخ جنب القائم. محمد صبحي لو في المرمى كانت هتخش جون، هنشوفها هنا. حطها صاروخ محمد رزق، متميز فيها جدا، حطها في مصطفى شوبير، ولكن كانت متميزه، دخلت الجون لا يسأل عنها شوبير، ولكن كذلك الامر لو دخلت النهارده او كانت في الجون كان هيجيبها محمد صبحي من الشبكه. بعد كده بقى في الدقيقه 22 كانت فرصه خطيره من عرضيه عمر جابر، خدها عمر جابر ما بينه وما بين بيزيرا لعبها له وطلع له فيها. ده الجبهات اللي احنا بنقول عليها المفروض تشتغل مع بعض. هنا بقى قيمة الجناح لما يكون لعيب كورة يعرف امتى يخش لجوه ويفضي للباك يطلع في المساحة. خدها طلع عمر جابر من على الطرف، اداها له، لعبها عرضية حلوة عمر جابر، ولكن كانت متطرفة لبره شوية. خدها ناصر ماهر، واحنا عارفين ناصر ماهر مش مميز قوي في العاب الهواء او في الكور الرأسية، حطها بمنتهى السهولة في ايد ابو جبل.
دي كانت في الدقيقة 22. بعد كده هنروح للدقيقة 44، فرصة خطيرة من حسام حسن. هنشوفها برضه هنا. حسام حسن جات له كرة في منتهى الخطورة جدا، اتلعبت له من ناحية اليمين في ظهر المدافعين كلهم سابقين، وهو كان سارق عمر جابر في ظهره. عمر جابر كان ضامن لجوه، خدها حسام حسن لم يحسن استغلالها. الكرة جات له يعني كان ممكن يلفها، لان محمد صبحي كان كله على القائم اللي هناك القريب هناك، وهو كان واقف على البعيد. حسام حسن الكرة كانت جايه نعم جايه له لورا شويه، لكن كان ممكن يحطها بوش رجله على طول في القريبه كان الجون، لان محمد صبحي كان بعيد جدا. وكان اسهل كمان حل. لو هنشوف في الصوره هنا هنلاقي لعيب من وسط الملعب ده اللي احنا بنتكلم عليه، شحاته كان بس في القلب. التشكيله على قد ما هي كانت هجوميه وكويسه، ولكن دفاعيا مش احسن حاجه. الاطراف ما كانتش بترد، ما كانتش بتساعد مع الباكات. شيكو بنزا مش احسن حاجه في الدفاع، كذلك الامر بالنسبه لبيزيرا. هجوميا كويس، ولكن في الدفاع مش احسن حاجه. كان في شوارع كتير على الخطوط هنا او هنا، في ناحيه اليمين او في ناحيه الشمال، عشان الاثنين ما بيرتدوش يعملوا الواجب الدفاعي بتاعهم. وكذلك الامر بالنسبه لناصر ماهر. وعبد الله السعيد مش احسن حاجه برضه دفاعيا، ممكن تلاقيه في واحده او في اثنين، ولكن مش طول الوقت هيبقى بكامل قواه البدنيه. طبعا ما لقاش ادنى سهوله في الدقيقه 44. هنا بقى هنلاقي عبد الله السعيد فعلا ما كانش موجود خالص في وسط الملعب، في قلب الملعب. حسام حسن لو حطها من لمسه للاعب اللي جاي قادما من الخلف من وسط الملعب، هيلاقي نفسه حدود المنطقه في ال 18، يحط يمين جون يحط شمال جون، فكانت هتبقى بمنتهى السهوله جدا. حسام حسن ما عملش اي حاجه من الكلام ده كله. حسام حسن خدها ولفها في البعيده بره خالص، بعيد جدا عن مرمى صبحي، فحطها ولم يحسن استغلالها بمنتهى السوء بره. بعد كده في الدقيقة 47 كانت فرصة خطيرة لم يحسن استغلالها أرنولد إيبا. جات له كورة كاسرة الخطوط من وسط الملعب، متعلقة حلوة أوي 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 في ظهر حسام عبد المجيد. أرنولد إيبا هنشوف برضو الكورة هنا. أرنولد إيبا إدى ظهره للجون. أرنولد إيبا لو متوقع إن هي تعدي من حسام عبد المجيد كان هياخدها على طول ويلف بيها، يسحبها ويروح بيها، كان هو والجون. هو محمد صبحي انفراد، مفيش حد معاه خالص. الونش حتى كان بعيد عنه، والونش لو حب يروح له يا اما يعمل معاه بيلن، يا اما خلاص هو لوحده يحط جون بمنتهى السهوله جدا. خدها ارنولد ايبا، حط طبعا ضرب بمنتهى السهوله الجون، وضاعت فرصه كانت خطيره جدا في الدقيقه 47 من ارنولد ايبا، لم يحسن استغلالها بطريقه غريبه جدا. ده يا جماعه برضو الكواليتي اللي احنا بنتكلم فيه. لعيبه يعني لعيب من ربع فرصه بيحرز جون، لكن لقاها من فرص يعني سهله جدا قالب بيه كوره ان هو يحضن ويحط خلاص، يبقى حاطط نفسه ومؤهل نفسه ان هو بوش للجون لما الكوره تيجي يسحبها ويروح للجون. خدها وطلع بيها لبره، ضيع نفسه انفراد وضيع على فرقته جون سهل جدا جدا ان هو يجي. دي كانت فرصه برضه ضاعت في الدقيقه 47. بعد كده الجون الثاني في الدقيقه 48 لشيكو بنزا، واسيست من خوال حلو قوي. بيزيرا طلع وراح له شيكا من ناحيه، ساب ناحيه الشمال الناحيه دي، وراح لبيزيرا هناك ناحيه اليمين حطها له، لكن فيها خطا كارثي جدا من نص الملعب، بدايه من الجناح اللي قدام، ما عملش المسانده الدفاعيه مع محمد دسوقي طبعا. وكذلك الامر من نص الملعب ساب الحته فارغه جدا. وكذلك الامر برضو من المدافع الثاني المفروض يغطي، لعبها بيزيرا لشيكو بنزا في قلب ال 18. محمد دسوقي المفروض في ظهره المفروض يزاحمه يعني. برضو كذلك الامر في نفس الغلطه اللي عملها في الجون الاول، سايب المساحه لجوه وقافل لبره. يا حبيبي انت قالب بيه، انا اخلي اللعيب لبره، انا اخلي اللعيب يلف لبره، مفيش مشكله، مفيش خطوره بالنسبه لي. لكن اللعيب لما يخش لجوه الملعب خلاص انا بديله منتهى الاريحيه ان هو يشوط او يعمل اللي هو عايزه خلاص بمنتهى السهوله. انا بريح او بسهلها عليه، انا بقول له خش شوط اعمل اللي انت عايزه. لكن اللعيب انا اقفل له لجوه واخليه يطلع لبره، خلاص بقى منه وشه لبره الملعب، خلاص ما احطلوش انا في قلب الملعب اديله ان هو يحط الكره بمنتهى السهوله. ده اللي عمله محمد دسوقي مع بيزيرا في الجون الاول، واللي عمله برضه مع شيكو بنزا في الجون الثاني. وطبعا برضه كذلك الامر بالنسبه للترحيل للمدافع. المفروض هما الاثنين الكره اتحطت ما بينهم الاثنين، ما بين المدافع وما بين محمد دسوقي، الاثنين خطا قاتل يعني ما بينهم في الترحيل وفي الوقوف. خط الدفاع جنب بعض المفروض يبقى كومباكت،
وكذلك الامر بقى، يعني كارثه كارثه ومصيبه، هدف في منتهى الكوميديا، دخل من تحت رجل محمد ابو جبل بمنتهى السوء جدا، الكره في ايده ولقى الكره عدت من تحت رجله ودخل الجون بمنتهى الغرابه. هنشوفها برضه هنا حاجه كارثه يعني في منتهى الكوميديا. بقول لك النهارده ماتش غرائب وطرائف النهارده، دخل جون بمنتهى السلاسه ومنتهى السهوله جدا من خط دفاع مودرن سبورت. وبعد كده هنلاقي مع بعض فرصة خطيرة وتضيع بشكل كوميدي في الدقيقة 51 برضو، فرصة بروحين لمودرن سبورت. مودرن سبورت راح بفرصة بروحين اتنين خدها محمد هلال، اتعملت له من وسط الملعب بينية في ظهر المدافعين، خدها محمد هلال ولم يجد أدنى سهولة إن هو يخش ويتوغل لقلب ال 18، حطها لأحمد يوسف ورا على السكس يارد. احمد يوسف حطها بمنتهى الغرابه، اقسم لك بالله النهارده كور كده اتحط طرائف وغرائب. احمد يوسف على في على خلاص على حدود السكس يارد، يحطها يمين جون يحطها شمال جون، مفيش حد مضايقه خالص ولا حد بيقول له انت بتعمل ايه، منتهى السهوله جون. جه يشوطها قلشها راحت لحسام حسن بتقول له حطني جون، كذلك الامر حسام حسن ساب الجون كله وحطها في رجل محمد صبحي بمنتهى الغرابه. حسام حسن اللي جاب في الاهلي جون من ربع فرصه بشماله صاروخ حطها شماعه. هنا برضو التوفيق يا جماعه وعدم التوفيق وعدم استغلال الفرصه والتركيز، تركيز اللعيبه عليه عامل كبير جدا جدا جدا. في ماتش الاهلي كانوا مركزين مليار في المية، في ماتش الزمالك بلا تركيز على الاطلاق. حس ان اللعيبه احنا نازلين من الزمالك احنا هنكسبه في اي وقت، الزمالك مش احسن حاجه. فده اللي بيضيع الماتش وضيع الفرص بمنتهى الغرابه، ان كان من المدافعين او من المهاجمين. تحس ان فرقه مودرن سبورت النهارده اوت اوف ذا فورم خالص، وهو كذلك الامر برضه مجدي عبد الغني من بره ما حضرهمش من الماتش في احسن حاجه. نروح برضو الدقيقة 55 فرصة مهدرة من ناصر ماهر، جات له من صبحي، هنشوفها هنا برضو. صبحي علقها له وكانت هجمة على نادي الزمالك، خدها صبحي ولعبها ايد ورجل ناصر ماهر في المساحة من ناحية الشمال، خدها ناصر ماهر وما يعني ملاش ادنى سهولة برضو ان هو يروح بيها بمنتهى السهولة. لو حطها ببطن رجله خدها من بعيد قوي بيجري لوحده خالص والمدافع معاه سايبه على راحته خالص. خدها ناصر ماهر ودخل بيها ال 18 وحب يحطها في البعيده ارتو ولكن راح بمنتهى السوء. هنشوفها برضه هنا لو حطها بوش رجله الخارجي اللي هناك لبيزيرا هناك في الناحيه الثانيه الناحيه العكسيه في ظهر المدافعين وخلاص ابو جبل كان طلع له طبعا. فلو حطها له بوش رجله الخارجي في المساحه هناك يعني شيكو بنزا او بيزيرا مش هيلاقي ادنى سهوله ان هو يحطها ببطن رجله على طول في الجون بمنتهى السهوله. انت في الموقف اللي انت فيه ده لو موقفك انت تجيب الجون ب 80%، لا هناك انت لو حطها له هناك اسهل 1000 مليار في المية جون، مليار في المية جون. فهو طمع فيها ناصر ماهر وحطها بمنتهى السوء، طلعت بره المرمى وضاعت فرصه على نادي الزمالك. نروح للدقيقه 58، هجمه لمودرن سبورت من ضربه حره، وقلنا ان مودرن سبورت مميز جدا في الكور الثابته. اتعملت عرضية مش أحسن حاجة ولكن الونش حب يطلعها، جه يشيلها بوش رجله خبط في الستارز الجزمة وراحت لمحمد صبحي في يعني أقول إن هي الكرة مش صعبة أوي إن محمد صبحي يشيلها، كان يعني يقدر يشيلها ولكن يمكن ما توقعهاش من الونش إن هو يحطها كده. الكرة كانت في مكانه وجه يشيلها حطها في نفسه بإيده التانية العكسية، حطها دخلها في نفسه. وهنشوفها هنا برضو كرة في منتهى الكوميديا. النهارده قلنا عندنا بعض اللقطات النهارده الكوميديه حاجه يعني غرائب وطرائف النهارده في الماتش. ماتش كوميدي جدا النهارده. جه منه الجون الاول لمودرن سبورت. وبعد كده نروح للدقيقه 59 فرصه ضايعه متالق من صبحي بعدها على طول بدقيقه. الكرة اللي احنا قلنا برضو استغلال وسط ملعب نادي الزمالك، ان قلنا على قد ما هم عبد الله السعيد ماسك كوره وناصر ماهر ما كانش احسن حاجه النهارده، دفاعيا مش احسن حاجه. لاعب احمد يوسف خد الكرة على صدره، الكرة كانت عاليه فوق خدها على صدره وصاروخ من حدود 18 حطها بوش رجله كرباج. محمد صبحي تألق فيها هنشوفها هنا، محمد صبحي طار وشالها وزاد عن مرماه، كان هيبقى هدف تاني على طول بعدها ما يكملش دقيقه ولكن صبحي بيصحح خطأه وبيزود عن مرماه وبيشيل كورة بمنتهى الصعوبة جدا. طار وشالها في مكان قاتل
وكرة قوية جدا من احمد يوسف، ولكن بيزود عن مرماه ويشيل فرصة هدف لمودرن سبورت الهدف الثاني. قلنا دي اخطاء قلب الدفاع واخطاء المدافعين برضو، المفروض يبقوا مرحلين في ظهر نص الملعب. اللاعب ملقاش ادنى سهوله جدا ان هو يحطها لو على صدره ويحطها صاروخ، ديت لو جون محمد صبحي لو ما تالقش فيها كانت هتبقى هدف. دي الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها من مدافعين وسط الملعب نادي الزمالك، ان هو مش احسن حاجه برضو. بعد كده كان في تغييرات بقى في الدقيقة 68. تغييرات لم تسفر عن أي شيء. عدي الدباغ النهاردة كان اوت اوف ذا فورم، مش موجود خالص لحد دلوقتي، مش شفناش أي حاجة من عدي الدباغ. كذلك الأمر برضو آدم قايد لما نزل ما أحدثش أي تغيير. دونجا كذلك الأمر. كل التغييرات اللي نزلت ما أحدثتش أي فارق، ما كانش في أي إحداث لأي فارق، إن كان دونجا أو ناصر منسي أو آدم قايد. اللعيبه كلها يعني ما عملتش اي اضافه. بعد كده مش شفناش اي حاجه على الاطلاق خالص غير في الدقيقه 70. كوره في البيلد اب غلط فيها محمد صبحي، حطها في قلب الملعب. اللاعب جه يستلمها بمنتهى الغرابه، هنشوفها هنا. جه يستلمها، لو استلمها صح وحطها تحت رجله كان هنشوف هنا موجود 7 لعيبه على 4 لعيبه من نادي الزمالك، كانت هتبقى هجمه خطره جدا، هجمه سانحه للهدف الثاني. عملها اللاعب بمنتهى السوء والكواليتي. قلنا يا جماعه كواليتي، يعني ده الكواليتي اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري. هجمه يعني برضو كره كوميديه جدا هنتفرج عليها هنا. غرائب وطرائف النهارده. اللاعب جه يستلم الكره قام واقع ولعبها بشكل غريب وعجيب. اسفرت ان يعني هجمه مرتده على فرقته، كان يقدر لو حطها تحت رجله قلنا كان هيروح بهجمه 7-4. تبقى هجمه سانحه للهدف الثاني وتعادل فرقته. طبعا اضاعها بمنتهى الغرابه بشكل كوميدي جدا. بعد كده ما كانش فيه اي حاجه تاني من كلا الطرفين. لعب تعاوني، لعب ما فيهوش اي تكتيك او في اي مغامره، لعب كده سلم واستلام في وسط الملعب، كور لا تسمن ولا تغني من جوع زي ما احنا بنقول، لم تثمر عن اي شيء. دي كانت اخر لقطاتنا النهارده، او اخر الفنيات اللي كانت موجوده في الملعب. ولكن اشوف النهارده الاخطاء هي اللي تحكمت في الماتش او في نتيجه الماتش، ان كان الاخطاء من هنا او من هنا. اللي جون كلها جت من اخطاء قاتله، اخطاء قاتله واخطاء بدائيه. ماتش كوميدي جدا جدا جدا، ما كانش فيه اي فنيات على الاطلاق. ما فيش كور كتير تحس فيها بالفنيات زي ما قلنا. فكان ماتش كوميدي. دي كانت اخر حاجه وصلنا ليها في الماتش. ودي كل الفرص اللي كانت موجوده في الماتش. يا رب اكون قدرت اوصل لحضراتكم معلومه فنيه كويسه، ونتناقش مع بعض في الكومنتات. ويا ريت لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناه، وان شاء الله باذن الله يصلك كل جديد ونتكلم مع بعض فني وخبري.